كيفكم؟ طبعا كلنا بنعرف للشامي، الشامي شخص سوري عايش بتركيا، صار له فترة منيحة بينزل أغاني وضارب ترند كبير بهالفترة وكل العالم عم تحكي عنه، واللي ما بيعرف صار بيعرف. تمام، خلينا نبلش من الأول، أعطيكم إياها من الأول. أول شغلة الشامي صار له شي 4-5 سنين بينزل أغاني هيك شي تقريبا. اشتهر بغنية اسمها غنية ما في ننتمي للويل، وكانت غنية عن جد جبارة لأنه بتحكي عن معاناتنا كسوريين، يعني اللي برا المغترب عن أهله، واللي هو مع أهله بس برا البلد بيشتاق لوطنه للحالة اللي تربي فيها. فعن جد نحن حسينا الشي لمسنا كسوريين. تمام، بعدين بلش صار ينزل اغاني فرديه، مثلا مثل برضاك. هاي الغنية كانت كتير حلوه عن جد، وانا سمعتها وكان ما كتير صار لها كتير نازله، وما كنت بعرفه للشامي اساسا، بس لما سمعتها عن جد قلت هذا الشاب يعني مميز، هذا الشيء اللي عم يعمله عن جد مميز. المهم بعدين نزل غنية اسمها ما مليت، وما مليت عن جد كانت حلوه، كانت حلوه كتير. الاغنية مع اسماعيل تمر اسمها الصيام كتير كانت حلوه وجباره، وهون الشامي ضاف جمهور الراب لإله. خلص انا بعمل مثل شيء قريب على الراب، بعمل مع رابر، فانا خلص تمام انا معكم، فضاف الجمهور كلياته له للشامي، عرفوه على القليل، وهي خطوه كانت جيده بالنسبه له. وعمل مع بيكو غنية اسمها عوضك عني، انا من فتره سمعت عنها بس كانت يعني هي حلوه بهداك الوقت. هون في نقطه كانت تحول، الشامي هون بنزل غنية اسمها سميتك سما، يعني نقلته للشامي. كانت غنية حلوه وكانت ترند تيك توك، بس طلع غنية ترند تيك توك فانت عرفت انه الغنية عدد وصاروا كتير عالم سمعوه، كتير عالم عرفوا. بعد سميتك سما نزل غنية مع مهند زايد، وهي النقلة اللي كانت كتير حلوة بحياته. لأنه ليش؟ مهند زعاتر لشغلتين. أول شغلة مهند زعاتر شخص عنده ناس بيعشقوه لهالسنة حرفيا. العالم اللي بتسمعوا لمهند زعاتر هن هدول العالم جماعة الحفلات وتابعين نفسهم سارة زكريا ووديان الشيخ، وهدول هن جماعة الحفلات والرقص والهذا والبسط، فهدول الجمهور مستحيل تخلى من جمهور الراب. بس الشامي ذكي عرف يقنعه لمهند انه يعمل غنية هو وياه، وعملوا ترند حلو وضاف هذا الجمهور كمان للجمهور تاعي، فصار هيك عنده جمهورين الشامي، جمهور الراب وجمهور الحفلات، وهدول صعب على فكرة، هدول الاثنين صعب كتير انك تجمعهم، يعني ما بعرف كيف هو جمعهم، بس اسطوري خلص زلمه فليفلي خليني كفي له. الغنية ضربت الترند، وغنية كانت كتير حلوة وفيها شخصين يعني وهن صوتين كتير حلوين، يعني اجتمعوا مع بعض ولبقوا مع بعض كتير والغنية ضربت. لهون تمام خلص الشامي هون صار معه الاثنين ترند، سميتك سما والغنية تبعته مع مهند. عمل بعد فترة غنية اسمها غنية بفديك، وهي البفديك عمل يعني شغلة مختلفة ما حدا عملها قبله، انه حط لونين وحط بالنص موال سوري. تمام، فوقت حط الموال هذا يعني فكانت شغلة غريبة كتير على العالم انه يصير موال بقلب نص الغنية لشخص كان عم يغني راب اساسا من فترة. فيعني الصبي يعني شاطر، يعني عمل شيء متنوع، فكمان هي الغنية ضربت ترند قوي. خلص انت هون الشامي وصل لمرحلة نارية، خلص صار بيتصنف مع السيلاوي والبيك سام وهدول الكبار اللي عدوا. تمام، صار اسمه ترند. هون صار في جمود 2-3، ما بعرف بالضبط ايمت قديش، يعني 2-3. بعد الفترة طلعت بغنية اسمها يا ليل ويا العين. تمام، وهذا موضوعنا عن حلقة اليوم، يعني كل هذا اللي غحكي بس انه عم اعرفكم مين هو الشامي اللي ما بيعرفوا شو عمل. تمام، وغنية يا ليل ويا العين هي موضوع تاني تماما، بده حكي كتير وبده نقاشات كتير يا ليل ويا العين، بس احنا ما رح ننتقد ابدا الشامي ولا رح ننتقد اغانيه، لانه اغانيه حلوين وهو شخصية رائعة. تمام، نحن ننتقد شيء اسمه فانز الشامي، وهذا الشيء أسوأ، هذا مرض. خلوكم معي، إذا ما مشترك اشترك، وإذا ما حط لايك حط لايك. فالمهم نزلت غنية يا ليل ويا العين، نزل كان صار لها 20 دقيقة حرفيا نازلة، فتت سمعتها أنا الغنية يعني عجبتني، حلوة الغنية. بس ما للشامي، أنا توقعت من الشامي يعمل شيء أحلى، ولكن هاي الغنية اللي تفاجأت فأنا إنه هي الغنية جابت مشاهدات أكثر بكثير من يلي عملوا الاغاني دي، جابت اسبوع تقريبا شي 10 مليون، يعني هذا رقم يعني جبار، رقم محمد رمضان ما بيعمله، متخيلين انه الشامي عمله محمد رمضان ما بيعمله. تمام، فانا انبسطت حرفيا، مبسوط، ابن بلدي عم يكون بالترند تبع الوطن العربي، عم يعمل شغلات ما في شخص تاني عم يعملها مثله، فشو بدي يكون مبسوط اكثر من هيك، وكل العالم وكل الشعب السوري مبسوط بهذا النجاح، ابن بلدنا نحن مبسوطين،
نحن مبسوطين انه هو موصل، نحن مبسوطين من الشغلات اللي عم يعملها. بس في شيء اسمه فانز الشامي. فانز الشامي هذا شخص بخليك انت اذا ما بتعرف للشامي فانت بتكرهه للشامي وما بقى تحبه ابدا، وحتى اذا بتطلع غنية لإله ما بتسمع، ما إلك قلب تسمع، لانه انت كرهان الشامي من كتر الفانز اللي له قد ما هن مخن. ولا ده هو فانز الشامي هو شيء يعني في جروبات اسمهم فانز الشامي، الشامي وهيك في هيك شغلات. فشرط القبول الوحيد انك تكون انت 2009 2010 من فوق، يعني تكون مواليدك 2009 2010، لانه اكبر من هيك انت رح تخبطنا السرده وتقول لنا لا وشو رح. فهيك صار لما نزلت يا ليل ويا العين الستوريات عبت الدنيا عندي، يعني عبت الدنيا. يعني انا لما فتحت انا ما فتحت فيسبوك، انا فتحت شامي توب، انا ما فتحت انستغرام، لانه مستحيل انا الشغلات اللي صار اللي شفتها انا كل الفيديوهات كل الستوريات اللي عندي هن للشامي، نفس المقطع كلياته لنفس المقطع. واللي ما كان حاطط ستوري للشامي بعثت له مبروك تم انضمامك لجروب الاساطير. يعني انا ما بعرف يعني اوكي حلوه الغنيه والشاب مبسوط وكذا، خلص فوت على اليوتيوب وتسجل له اللايك وخراب الدنيا، بس ما تزودها، انت زودتها، انتوا الفانزات الشامي زودوها. انا شو انه انا انا واللي استفزني اكثر واللي خلاني اطلع احكي بهذا الموضوع هو هي الصوره. معلمي وين انت فهمان حالك مين الشامي عم تقارنه؟ انت هلا عم تقارن الشامي بعمرو دياب. اذا انت مفكر انه الشامي عمل 10 مليون باسبوع فهو رقم نحن مبسوطين فيه، بس ما تقارنه بعمرو دياب. اوعك تغلط هيك اغلاط حبيبي. عمرو دياب بيجمعنا ال 10 مليون بالحفله. انت متخيل مين عمرو دياب؟ انت شخص انا متاكد انك انت من اول ما وعيت للدنيا لهلا انت ما سمعان غير الشام، انت ما بتعرف مين هو عمرو دياب، ما سمعان عنه، ما شايف مين هو عمرو دياب لحتى عم تحكي بهيك طريقه عليه. الشامي بنفسه اذا بيسمع انك انت عم تقارنه بعمرو دياب لحتى ينجلط بارضه يقول لك يا معلمي ليش عم تقارن بهيك عالم؟ مستحيل. عمرو دياب اكبر نجوم العالم ما بتقارن فيه. عمرو دياب زلمه مثل ابو وديع جورج وسوف ما بيتقارن بحدا، هدول اشخاص عباقرة. بس انت اذا لساتك صغير تمام وما سمعان غير الشامي بحياتك والسيلاوي وهدول، فانت شايف الشامي هو الافضل، فايه تمام انا معك، بس ما تقارنوا بتقول لي الشامي سيلاوي بقول لك اوكي خلص هدول الشباب شامي بيك سام، مع انه انا بيك سام صراحه كثير بحبه ما بفضل حدا يقارنه، ولكن ممكن اقول لك بس شامي وعمرو دياب معلمي اميري شو عم تعمل؟ شامي وعمرو دياب يا زلمه وين وصلت؟ لك بلشت بمرحله غلط. انت عرفت هذا صاحب جيل. عمرو دياب ابوي كان يسمعه بشبابه انا عم بسمعه. بتخيل انت صاحب جيل اجيال، ما جيل واحد، هذا صاحب اجيال، ما صاحب ترند واحد، صاحب ترندات. هذا الزلمه بيعمل كل سنه البوم ترند. لا تقارنه بحدا، لا تقارني حدا. انا شخص فانز لتامر عاشور، بعرف مين بيعرفوا مين لا، بس كشخص بالحزن تامر عاشور لا تقارنه بحدا. انا شخص كئيب هيك كثير الكآبة علي. تامر عاشور برايي بالحزن ما بيتقارن بحدا. عمرو دياب زلمه كفان ما بيتقارن بحدا. عمرو دياب معلمي صار له 30 سنه هو ناجي، 30 سنه هو ناجي. انت بتخيل الرقم 30 سنه ما 3 شهور. هلا رح يجي واحد يقول لي طب اسامه انت ليش يعني عم تحكي على الشامي من هدول الفانزات الاولاد تبع العقل الصغير ما فهمان نحن عن شو عم نحكي؟ برجع باكد لك نحن ما بنكرهه للشامي، ما في شخص في العالم بيكرهه للشامي، انا متاكد لانه لا رفيقي ولا اخوي ولا شخص بعرفه، شخص عم يطلع اغاني والاغاني حلوه وعم تنجح، ليش لا اكرهه؟ بالعكس بحبه وبنبسط فيه انه هو ابن بلدي وناجح، وبالعكس بسمع اغانيه وبحب الموضوع. بس يعني فانز الشامي هو اللي عم يكره العالم. انا متاكد انه اغلب يعني 90% من العالم يلي ما بتسمع للشامي هي من فانز الشامي نفسه. كبروا وحاجة بهدلوا حالكم على الفيسبوك وحاجة بهدلوا حالكم على الانستغرام، عملتوا مجموعة كبيرة من العالم اللي هي ما بتطيقوا للشامي صارت من وراكم انتو، من هدول الصور تبين انه انتو عم تقارنوه بفنانين كبار، عم تقارنوه بأبو وديع جورج وسوف، عم تقارنوه بعمرو دياب، عم تقارنوه بتامر حسني، وعم تعملوا شغلات بايخة لحتى بلشت صار انتو كل ما تنزلوا صار في عالم تنزل انه البيض الشامي، الزنخ الشامي. الشغلتين انا ما بقبل فيهم، الشغلتين بيزعجوني. شخص ناجح والغنية كتير يعني الغنية كتير ناجحة، اجباري عن الكل. غنية يا ليل يا العين هي غنية كتير ناجحة، جاب فيوز هيك على غنية من شخص سوري اكتر من الشامي، هي الغنية الوحيدة بظن اللي جايبة هيك فيوز. وقلت لك انا محمد رمضان اللي هو اكتر شخص مشهور بالوطن العربي بحسه انا ودائما بيعمل ضجة، اللي هو النمبر 1 ما جابه لهالرقم. فنحن بنقدر الشامي، بنقدر الشيء اللي هو عمله،
وكلياتنا فخورين بهالموضوع. بس فانز الشامي هدوا شوي لانه عن جد صار الموضوع زياده. فبالنهايه اكد على نقطه، حرفيا بلش ينقل الموضوع الموسيقى ما بس بسوريا، بالوطن العربي كلياته، فايت بلون جديد ولون حلو وذكي وبيعرف يتصرف بيعرف يتعامل، وبكفي انه هو شخص ما نجح بالواسطة، ما عنده واسطات، بالعكس كان مجرد انه هو كتب اغاني ولحنهم بنفسه وعمل الاغاني بنفسه. بصراحة انا فخور فيه، يعني انا فخور كسوري، فخور بالشامي، خاصة اسمه الشامي. يعني انت يعني الترند اللي ضارب بالمانيا والترند اللي طالب، مين هو صاحب الترند؟ الشامي. فركزوا على هي الكلمة. ونحن السوريين دائما ناجحين بهذا، نحن السوريين الحمد لله دائما ناجحين، ودائما بيطلع منا اشخاص ناجحه وفهمانه وبتعرف شو عم تعمل بمجالها. تمام. فانز الشامي هي اخر مره بشوف هيك شغلات. انا لا تخلوني انا اضطر ارجع اعمل حلقات تانية عنكم. لا تكرهوا العالم بالشامي، لانه انتم مفكرين انه هذا الشيء هو مبسوط فيه. لا، هو متاكد انا انه هو مزعوج على هذا الشيء اللي عم يشوفه، لانه انتم عم تكرهوا العالم فيه. لما تقارنوه باسماء كبيره عم تكرهوا العالم فيه. تمام. لما تزيدوا الشغلات عن حد عم تكرهوا العالم فيه. تمام. حطوا ستوريات وانبسطوا واعملوا بوستات، بس كله بالادب وكله خلاص بحب الشامي وكلياتنا شاميون. هدول الشغلات عملوها. تمام. فنانين كبار لا بقى حدا يدخلوا. هذا اخر انذار. انا ما بقى مضطر انا اطلع انبح صوتي كرمال احكي بهذا الموضوع. تمام. وبس الله يوفق الجميع. اذا عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشترك بالقناة، واذا ما عجبك الفيديو فوت على فيديوهات تانية احتمال يعجبك منهم. فانز الشامي لحتى يزعل مني، انا حكيت على الفانز الصغار اللي هن عم يشوهوا الصورة. سلام. العبد لله سلطان العبد لله سلطان العبد لله سلطان